شيء عجيب حقيقة. إذا كان تسبيح الزهراء أفضل من 1000 ركعة، وشهر رمضان التسبيح الأنفاس تتحول إلى تسبيح، معناه أول ما ننظر إلى هلال شهر رمضان أنفاسنا تتحول كل نفس أعظم من 1000 ركعة نصليها. يعني تصور هذا التكريم وهذا المعنى العظيم لشهر رمضان. واحد يكون غافل يدخل شهر رمضان وهو غافل، لا يلتفت إلى قيمة هذا الشهر ولا يلتفت إلى عظمة هذا الشهر. فمن هذه الناحية نحن ندعو من يسمعنا ويشاهدنا ويحضرنا الآن في أي مكان في الأرض أن يجلس جلسة تأمل لهذا الشهر. هذا شهر القرآن، شهر القلوب، شهر المودة، شهر الرحمة، شهر الألفة. يجب أن نجتمع نحن بني البشر، بني الإنسان، بني آدم، أينما نكون، وخصوصا في العراق، وخصوصا هذا البلد، بلد الحضارات، بلد أهل البيت، هذا البلد الذي فيه أرض اسمها كربلاء. كربلاء وهي أرض الجنة، كما يقول الإمام سلام الله عليه الصادق إن الله سبحانه وتعالى قال لموسى عندي معك كلام فاذهب إلى كربلاء حتى أكلمك. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. فيقول شاطئ الوادي الأيمن في القرآن الفرات، والبقعة المباركة كربلاء، والشجرة محمد وأهل بيته صلوات الله عليهم. أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، يعني عالمية الحق والعدل والحرية تنطلق من كربلاء من الحسين إلى العالم. فشهر رمضان هو أروع محطة لهذه الانطلاقة. إذن هنا يعني فضيلة الشيخ كيف يمكن لنا أن نقيم الصيام من حيث الارتباط العبادي، من حيث الآثار العبادية وارتباط الخالق بالمخلوق؟ هذا جانب. الجانب الآخر يعني ورد في الآية المباركة التي تتحدث عن الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين. إذن هناك يعني قوم كتب عليهم الصيام وأمم كتب عليها الصيام، لكن الصيام هل كان بنفس الاعتبارات العبادية، خصوصا في الأقوام التي تمتلك هوية عبادية مع أنبيائها؟ صحيح. هناك ملاحظة لأصل العبادة. يعني مثلا الصلاة موجودة من آدم إلى هو فيه السجود والركوع، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. الله يقول للملائكة اسجدوا لآدم. السجود موجود، الركوع موجود. الصيام هو الامتناع عن الطعام. يعني كان في الأمم السالفة هناك نوع من الصيام هو الكف عن الكلام. قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. لاحظ المسألة هذه. هو أساسا الصيام عندما ننظر إليه نجده في كل الأمم كما كتب على الذين من قبلكم. هذا شيء صريح، لأن البدن نفس البدن، والله سبحانه وتعالى يريد أن يهيئ هذا البدن للتلقي، يكون متلقي. فتلقى آدم من ربه كلمات. هذا البدن والعقل والقلب شوف يتلقى. القرآن يضرب أمثلة رائعة لشهر رمضان ولارتباطه بالأمم السابقة والأديان السالفة والأنبياء الذين سبقوا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابي. إذن أنزل من السماء ماء، شيء طبيعي، ولكن الأودية متفاوتة في أحجامها. فوادي يحمل مساحة معينة ووزن معين وكمية معينة من الماء، ووادي آخر أكبر. يقول القلوب كذلك، كما ينزل المطر من السماء وتحتضنه أودية مختلفة الأحجام، القلوب تحتضن الإيمان والنور والهداية وبركات شهر رمضان اللي نازلة من السماء على قدر اختلافها وتفاوت أحجامها. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. إن كل شيء خلقناه بقدر. أو الإمام علي سلام الله عليه يقول لكميل إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها. إذن قضية ثمرة الصيام هي في كل الأديان موجودة، ولكن اختيار ليلة القدر هذه خاصة في رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وخاصة في الإسلام وخاصة في القرآن الكريم اختيار هذه الليلة في شهر رمضان، هذه تنفرد عن بقية الأديان. ونحن نعلم أن التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم أيضا كلها نزلت في شهر رمضان. عفوا هنا فضيلة الشيخ، يعني لماذا ذكر القرآن الكريم وبين للناس أن هناك أمم سابقة كتب عليها الصيام؟ يعني بوجه آخر، ماذا أراد الإسلام أو ماذا أراد الباري سبحانه أن يطرح من الرسالة عندما يبين أن الأمم السابقة أيضا كتب عليها الصيام وليس أنتم فقط من كتب عليكم الصيام؟ لأنها فطرة واحدة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، الناس من آدم إلى يومنا هذا فطرهم على عبادته وعلى توحيده وعلى الصيام وعلى الصلاة. يعني الصيام بالنسبة للبدن هذا ترتيب، الله خلق البدن فعرف رب العالمين هو الخالق أن هذا البدن يحتاج إلى 30 يوم بالسنة أنك تكف عن الطعام، ما تسترسل بالطعام نهائيا، تمشي بشكل خاص. هذه النقطة. بعد ذلك وأنت تقرأ الآن هذا السؤال اللي تفضلت فيه، ألاحظ شيء عجيب، وهو أن لماذا اختار الله رمضان يكون خاص لإنزال الكتب السماوية؟ مثل التوراة نزلت بالنسبة لليهود، الآن احنا نشوف اليهود الذين تركوا التوراة، طلع واحد من أهل المعرفة، ملاحظ كيف، وشر البلية ما يضحكوا، وكاتب كتاب طويل عريض كذا. لماذا؟ قال أنه ثبت عندي أن الكتب السابقة ما حرفت. عجيب، ما هو الله يقول لك يحرفون الكلمة عن مواضعه، فكيف أنت يعني من أين جئت بها العبقرية وهالاجتهاد ذاك البعيد؟ أقول له ها، شايف شلون؟ يعني المسألة لأنه ما ربط هاي المسألة بمسألة الصيام، مسألة شهر رمضان. شهر رمضان إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض. الشهور موجودة ومن جملتها شهر رمضان، فشهر رمضان ما موجود عند المسلمين فقط. احنا نعتقد ونعترف كل دين هو إسلام، كل دين هو إسلام، لكن الدين الإسلام الذي لا يحرف. يعني هذا النبي يسلم أمانته للنبي الذي بعده، هذا نوح يسلم أمانته إلى إبراهيم، إبراهيم يسلم أمانته مثال يعني إلى موسى، موسى يسلم أمانته إلى عيسى، عيسى يسلم أمانته إلى محمد صلى الله عليه وسلم. في شهر رمضان يقول أن الله عرض ولاية الرسول وأهل البيت على كل الأنبياء، عرضها عليهم وأخذ منهم العهود والمواثيق كما في سورة آل عمران. إذن كما تفضلتم. نعم فضيلة الشيخ، عندما نتحدث عن العبادة بما هي عبادة، هناك تناسب طردي بين قيمة العبادة وتجسيد هذه القيمة عمليا، مما ينعكس إيجابيا على سعادة المجتمع بشكل عام. هنا السؤال، كيف لنا أن نقيم دور النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وكذلك أهل بيته، هذا الدور العبادي من الناحية العبادية في تجسيدها على الأمة؟ الجواب على ذلك أن لأهل البيت مدرسة خاصة في العبادة والدعاء، وهاي المدرسة تنطلق من أمير المؤمنين من الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما نقول عن أهل البيت لأنهم في الحقيقة حفظوا تراث الرسول وحفظوا فكر النبي. ورسول الله لما ارتحل إلى الرفيق الأعلى لم يحمل معه العلم والنور والرحمة ويرفعها معه بموته ووفاته، إنما تركها عند أهل بيته، لأن هذه الرحمة الله أعطاها لحبيبه المصطفى لأن الناس يحتاجونها. فبعد وفاة الرسول ما رفعت الرحمة، موجودة عند أهل البيت، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والرحمة موجودة عند أهل البيت، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فأهل البيت عندهم رؤية للدعاء ورؤية للعبادة. يعني مثلا الآن أضرب لكم مثال، نحن أحيانا نصلي ولا ندري ما معنى الصلاة، يعني واحد يصليها حتى يخلص من هذا الثقل اللي عليه، لا، واحد يصليها بالشوق يعانقها. الإمام الحسين سلام الله عليه يقول إن الله تبارك وتعالى ما خلق الخلق إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، وإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه. العبادة عند أهل البيت معناها الاستقلال، معناها الاكتفاء الذاتي بالاقتصاد، بالسياسة، باتخاذ القرار في الدولة، في إدارة الدولة. هذا معنى العبادة عند أهل البيت. هذه كلمة للإمام الحسين سلام الله عليه. لاحظوا الطلعة العجيبة، يقول إن الله ما خلق الخلق إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه.
وإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه، كما يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: احتج إلى من شئت تكن أسيرة، واستغني عن من شئت تكن نظيرة، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة. يعني أنت تحتاج الآن، هذا غاندي محرر الهند عندما اعتمد على المغزل وصار هو يغزل ثيابه وطلب من الهنود من الشعب الهندي اللي ذاك اليوم 500 مليون أو أكثر أن يصنعوا ملابسهم بأيديهم، قال لهم هذا أحد وسائل التحرير والاستقلال هو الاكتفاء الذاتي، أنه هذه العباءة تخيطها أنت بنفسك، تخيطها بنفسك، ما تحتاج أنك تأخذها من الأجنبي من الآخر، لا أنت مستقل. فالعبادة حقيقة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذن أطعمهم من جوع، معنى أطعمهم من جوع شنو؟ أطعمهم من جوع، أطعمهم من جوع القضية قضية سياسية. كيف أطعمهم من جوع؟ هذا نظام اقتصادي. الاقتصاد يتكفل بتوفير الرغيف الخبز للإنسان بكرامة وعزة. وآمنهم من خوف، الأمن يتكفل فيه النظام السياسي. ونحن نعلم في علم الاجتماع أن الاقتصاد والسياسة رافدان متعانقان، لا يمكن أن تفصل الاقتصاد عن السياسة أبدا، ولا السياسة عن الاقتصاد. إذا كان في البلد هناك أمن وطمأنينة، مع الأمن والطمأنينة الرغيف يتوفر. إذا كان هناك اضطراب بالأمن والطمأنينة الرغيف يضطرب أيضا. عندما قال الله تبارك وتعالى لإبراهيم، وهي قضية معروفة ولها علاقة من العبادة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. الإمامة عهد، والظالم لا تناله الإمامة. لماذا؟ لأن الإمام إنما جاء لرفع الظلم عن الناس، فكيف يكون الإمام ظالما؟ لذلك إبراهيم عندما يتحدث عن هذا المعنى قال رب اجعل هذا بلدا آمنا، يبين لك معنى العبادة ومعنى الإمامة. اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. الله قال ومن كفر. قال يا إبراهيم ما دام أنت إمام عادل، ما دام أنت رئيس حكومة عادل ما تظلم أحد، إذن حتى الكافر ينعم بظل حكومتك. هذا معنى العبادة في الإسلام. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار، ذاك إلى يوم القيامة. لكن في الدنيا الإسلام ما يحارب الإنسان من عقيدته وبعقيدته، ما يقول هذا يخالفني في العقيدة يجب أن أضربه، لا أبدا. ما عندنا في الإسلام السيف لا يرفع ضد من يخالفك في العقيدة. الآن الصورة مشوهة في العالم، وإلا في الإسلام ما عندنا واحد يحارب إنسان آخر لأنه يخالفه في العقيدة، لا، يحاربه لأنه ظالم. أما يخالفك في العقيدة فليخالفني في العقيدة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. بالعكس، وإن أحد من المشركين استجارك، الله يقول للنبي، يقول جره، يعني أنت يا رسول الله ضيفه وقدم له ضروب الاحترام وصنوف الاحترام أصناف الاحترام. فمن جملة الاحترام الرسول كان يقدم الطعام لهذا المشرك، وما في إشكال، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، والأسير كان مشرك كافر وأهل البيت أطعموه. المسألة ليست مسألة من يخالفني في العقيدة أنزع رأسه وأحاربه بمعيشته لا أبدا، هذا الشيء ما موجود في الإسلام. الموجود أني أرفع سلاحي ضد الظالم فقط، ومن يحاربني. اتأمل العبارة. الآن نحن لا نحارب الكافر لأنه كافر، لا، لكن إذا الكافر يحاربني ويظلمني، لاحظ شلون، إنما ينهاكم عن الذين أخرجوكم من دياركم. أما واحد ما أخرجني من داري، ما حاربني، هو يخالفني في العقيدة، يخالفني في العقيدة، لا أكره في الدين على راحته. إذن هنا فضيلة الشيخ كيف وصل من وصل إلى هذه المرحلة؟ هناك يعني في العالم الإسلامي
يقتل من يختلف مع الآخر بالسيف. هؤلاء كيف وصلوا إلى هذه المرحلة؟ هل وصلوا إلى هذه المرحلة بسبب عدم فهمهم الصحيح للنص القرآني، سواء كان ذلك عن طريق الأحاديث المباركة وعن طريق الآيات القرآنية، أم أن هناك يعني اعتبارات أخرى من خلال عدم فهمهم للنص بصورة صحيحة؟ وهذا الواقع. الآن نحن من خلال كلامكم نتوصل إلى هذا المعنى، هو الجهل بعينه، الجهل بالنص وعدم معرفتهم للنص. لأن النص لما الله يقول لك بشهر رمضان تصوم صيام وتحفظ لسانك وتحفظ إذنك وتحفظ عينك وتصوم جوارحك عن الحرام حتى تستوعب النص، حتى تفهم النص يا ابن آدم. النص ما مفهوم عند هؤلاء. احنا ما عندنا في الإسلام قتال من أجل العقيدة، ما موجود هذا الشيء أبدا. نحن عندنا قتال ضد الظالم الذي يحاربك فقط. أما كافر تقاتله لا، ما موجود. خلي واحد مسيحي يهودي مجوسي صابئي أي ملة من الملل يعيش مع المسلمين، هذه الأقليات يعتبروها يعيشون لهم الحقوق كاملة. الإمام علي سلام الله عليه يقول لو ثنيت لي الوسادة لأفتيت أهل الزبور بزبورهم وأهل الإنجيل بإنجيلهم وأهل التوراة بتوراتهم وأهل الفرقان بفرقانهم، ولقال كل منهم لقد أفتاكم علي بن أبي طالب. الآن عندنا مسألة في الفقه الإسلامي أنه الحكومة الإسلامية عندما يحكم الإسلام يحكم البلاد، وهؤلاء مسيحيون، هؤلاء يهود، هؤلاء صابئة، هؤلاء مجوس، أنا الحاكم الإسلامي هل أجبرهم على أنهم يتمثلوا بقوانين الإسلام؟ لا أبدا. حتى زواجهم، لو جاءني رجل وامرأة شاب وبنت يريدان الزواج، فأنا الحاكم الإسلامي ما مطلوب مني أني أجري عليهم الإسلام، لا، أحكم بشريعتهم هم، نفس شريعتهم. تحبون شريعتكم تحكمون فيها؟ اي نعم تفضلوا، ما في أي مانع. حقوقكم محفوظة، وكل الحقوق محفوظة من الأساس. يعني أساسا يجب أن نعرف هذه القضية، أن الإسلام لا يرفع السلاح بوجه من يخالفك في العقيدة. هذا ما موجود أبدا في الإسلام. الإسلام يرفع السلاح بوجه الظالم. وحروب الإسلام ليست هجومية، ما عندنا حرب هجوم فيها. يعني كل الحروب التي خاضها الرسول كانت دفاعية، دفاع، لأن الإسلام هو دين السلام وليس دين الإرهاب ودين التطرف ودين القتل والاغتيال. هذا تشويه للإسلام. هؤلاء الذين الآن يرفعون اسم الإسلام والإسلام بريء منهم براءة الذئب من دم يوسف، هؤلاء ما عارفين الإسلام. ولا الإسلام هذا يروع الناس، يخوف العالم، كل ضرب واختطاف وقتل ونهب وسلب وكذا في كل العالم الإسلامي. أي إسلام هذا؟ هل تعتقد أن هذا كان سببا من الأسباب التي دعت بعض الدول الأوروبية وكذلك بعض الجماعات المتطرفة الغربية في أن يعني تسيء للرسول الأكرم من خلال الرسوم، من خلال العبارات؟ ليس هذا سببا ولا تبريرا لهم، لا، هو أصلا عملهم هذا يدل على نوع من الجهل وعدم المعرفة. لاحظوا، وإلا هم يعني هكذا تطلع يعني قضايا من الدول الغربية أو من البابا أو من غيرهم، لما يتحدث هؤلاء عارفون بالإسلام، يعرفون حقيقة الإسلام. يعني واحد أمير من الأمراء الأوروبيين يلقي محاضرة في الإسلام في أكسفورد يونيفرسيتي، في جامعة أكسفورد، من أروع ما يكون يتحدث عن الإسلام. هذا عارف الإسلام ويدعو الغرب لاعتناق الإسلام، ما أحب أجيب اسمه يعني هو معروف. فالمسائل أنهم يعلمون، إنما هو نوع من دلق الزيت على النار. ملاحظ شلون؟ يعني هذا نوع من الفتنة أيضا، والإسلام أيضا بريء منها، من هذه الأمور كلها، لأن الإسلام مع ذلك لا يسيء لأحد. الإسلام يقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. الإسلام هو الدين الوحيد اللي يلاحظ. يعني أنا أتذكر واحد من المسيحيين، من علماء المسيحيين، كان يسألني سؤال، يقول لي هل أنت تستطيع أن تتزوج ابنتي؟ يسألني سؤال، ابنتي المسيحية، هو يقول. قلت نعم أنا أستطيع أتزوج بنتك المسيحية وأنا مسلم. قال وأنا المسيحي أستطيع أتزوج بنتك المسلمة؟ قلت لا. قال إذن كيف؟ هل هذه عدالة؟ قلت نعم هذا هو عين العدل. قال كيف؟ قلت أنا لما أتزوج بنتك المسيحية ما أطلب منها أن ترفض عيسى المسيح، ولا أطلب منها أن ترفض مريم العذراء،
ولا أطلب منها أن ترفض الإنجيل، إنما الإنجيل في القرآن، وعيسى ومريم لهم سورتان في القرآن، سورة مريم وسورة آل عمران. بينما أنت المسيحي عندما تتزوج ابنتي المسلمة فأول شيء تطلب منها أن ترفض محمدا وترفض القرآن وترفض الإسلام وتعتقد بالصليب. إذن المسألة ليست مسألة ربح وخسارة، إنما مسألة وضع الشيء في موضعه ومسألة عدالة. فليست هناك عدالة أنا أخذ بنتك المسيحية ما أفرض عليها الإسلام حتى تبقى على مسيحيتها، أقول لها عيسى موجود، أنا أعتقد بعيسى، إذا أنا ما أعتقد بعيسى ما أكون مسلم، بينما أنت ما تعتقد بمحمد. خطابي لذلك الرجل وليس لك طبعا. نعم فضيلة الشيخ، يعني دعنا نعود إلى شهر رمضان المبارك. من مزايا هذا الشهر الكريم أن فيه ليلة القدر، وهذه ليلة عظيمة. هنا كيف جسد النبي الأكرم وكيف جسد أهل البيت عظمة هذه الليلة من خلال خطاباتهم، من خلال تجسيدهم عمليا لهذه الليلة؟ هو لاحظوا أستاذ، أولا هناك أسئلة توجه وتثار من خلال ليلة القدر. كل مثقف عارف عندما يقرأ سورة القدر وارتباطها بسورة الدخان، سورة الدخان أيضا لها علاقة بليلة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه القرآن يعني في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. بعد ذلك يقول تنزل الملائكة والروح فيها، يعني في ليلة القدر فيها بإذن ربهم من كل أمر. أنت تأمل العبارة من كل أمر. بعدين في سورة الدخان من كل أمر يفسر، يقول فيها في ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. فهذا الأمر الحكيم يعني أمر الحق وأمر الحكم وأمر العبادة وأمر التوجه إلى الله وأمر القضايا الكبرى في الحياة والقيادة. هذا الأمر الحكيم على من يتنزل؟ الملائكة والروح تتنزل به، كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهل رفعت ليلة القدر بعد وفاة رسول الله أم أنها موجودة؟ ليلة القدر موجودة، بدليل أننا الآن نتحدث عن ليلة القدر. فإذا ليلة القدر الآن موجودة وفي هذا العام بالذات. فليلة القدر تنزل فيها الملائكة والروح بإذن ربهم. على من تنزل الملائكة؟ كانوا يتنزلون على رسول الله، وهذا غير القرآن، هذه أمور غير القرآن، لأنه ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. في قضايا ما موجودة في القرآن. القرآن يعطيك الأسس والأصول، أما الفروع والمتشعبات لاحظ كيف، والانطلاقات كلها لازم تأخذها من الرسول صلى الله عليه وآله. الآن في القرآن الكريم يقول لك أقم الصلاة لدلوك الشمس، ولكن ما يقول كم مرة تصلي. لا ما حدد عدد الركعات. لم يقل لي صلي الصبح 2 والظهر 4 ركعات والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4. من أين أخذنا هذا؟ من رسول الله، لأنه قال ما آتاكم الرسول فخذوه. قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكن لم يقل لي كيف أطوف حول البيت وكيف أصلي 2 عند مقام إبراهيم وكيف أسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط. أخذتها من رسول الله صلى الله عليه وآله. قال صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا مناسككم عني. صحيح؟ كذلك في القرآن الكريم عندما يتحدث عن ليلة القدر يجب أن أسمع الرسول ماذا يقول. الرسول يقول ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، علي أنا الرسول وبعدي على علي بن أبي طالب وصي وخليفتي، وعلى الأئمة من ولدي، على الحسن والحسين والسجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري، الآن على الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، اللي ما تخلو كتب الصحاح من ذكر الإمام المهدي. الإمام المهدي حقيقة وهو صاحب ليلة القدر وعظمة ليلة القدر هنا. لذلك يأتي الإمام الصادق سلام الله عليه يربط ليلة القدر بفاطمة الزهراء سلام الله عليها، يقول إن أمي فاطمة صديقة كبرى وعلى معرفتها دارت القرون الأولى، فمن عرف حق فاطمة فقد أدرك ليلة القدر.
يعني عرف حقيقة ليلة القدر. لماذا؟ لأن الأئمة من ولد فاطمة، المهدي من عترة فاطمة، من ولد فاطمة، فإذا ليلة القدر لها علاقة بالزهراء ولها علاقة بالإمام المهدي، لأنها في ليلة القدر الله سبحانه وتعالى يثبت هذا المعنى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فليلة القدر ليلة عظيمة، لذلك نقابلها بعمل عظيم أيضا، بالسهر في ليلة القدر، بالصلاة في ليلة القدر، بالاستغفار. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهيئ نفسه بالعشر الأواخر من شهر رمضان، يهيئ نفسه للعبادة حتى ما ينام في الليل، لقراءة القرآن، للدعاء، قراءة سورتي العنكبوت والروم، ياسين والصافات، سبأ وفاطر، هذه معروفة، تقرأ هذه السور في ليلة القدر لأن لها منزلة كبيرة عند الله. القرآن كله هكذا. فليلة القدر أنا عندما أصلي، لو صليت ركعتين لله تبارك وتعالى كما أصلي صلاة الصبح في الأخبار 100 ركعة، واحد يصلي ليلة القدر 10 ركعات حسب الطاقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وليس الملاك هو كثرة الصلاة والعبادة، وإنما الملاك التفكر بأمر الله وفي أمر الله. نعم. أيضا في هذا الشهر المبارك ذكرى أليمة، ذكرى استشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. هنا كيف كان يتعامل أهل البيت مع هذه المناسبة الأليمة؟ طبعا هذه مناسبة مأساة كبيرة ومصيبة فادحة كبرى حقيقة، أن الإمام سلام الله عليه تعرض فيها لمقتله بأبي وأمي وهو يصلي في مسجد الكوفة فجرا يوم الجمعة، والإمام سلام الله عليه هو ولادته كانت في بيت الله ومقتله في بيت الله. فكان أهل البيت يركزون كثير على هذه الليالي، خصوصا ليلة 19 من رمضان اللي هي ليلة الضربة، ليلة الجرح، جرح الإمام علي سلام الله عليه. وكان في هذه الليلة يتناول طعام الإفطار عند ابنته زينب، عند عبد الله بن جعفر، لأنه كان يتناول طعام الإفطار ليلة عند الحسن وليلة عند الحسين سلام الله عليهما وليلة عند عبد الله بن جعفر في الكوفة. فقدمت له ابنته زينب طبق فيه إدامين، يعني رغيفين خبز وملح جريش وقصعة فيها لبن، فقال لها: بنية تقدمي لي إدامين ليطول وقوفي بين يدي الله. هذه خاصة بأمير المؤمنين لأنه مسؤول، لأنه قائد، وإلا هو يقول: ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. فتقول السيدة زينب: أنا رفعت اللبن والإمام أفطر، تناول الأفطار على خبز شعير وملح جريش وشرب الماء، وقام يصلي تلك الليلة، ليلة 19 من شهر رمضان سنة 40 للهجرة في الكوفة. وقف يصلي وهو يقلب طرفه في السماء ويقول: إنها الليلة التي وعدني فيها أو بها حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى لما خرج بأبي وأمي إلى المسجد كان هناك إوز في البيت تصايحن في وجه نوع من الطيور، فقال: صوائح تتبعها نوائح. قالت له زينب: أبا هل هذا طير، يعني تطير؟ قال: بني ليس منا من يتطير أو يتطير به، ولكنها علامات يأخذ بعضها ببعض. وجاء للباب يريد أن يفتح الباب، انحل مئزره فصار يشده وينعى نفسه أو ينعي نفسه، يقول: اشدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك، كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. وخرج. فزينب جاءت إلى أخيها الحسن سلام الله عليه، هذا يظهر قبل الفجر، وأخبرته. فخرج الإمام الحسن خلفه وقال له: أبا ما الذي أخرجك في هذا الوقت؟ قال: بني رأيت رؤيا. وقص عليه الرؤيا أنه رأى جبرائيل أخذ من جبل أبي قبيس حجرين ضربهما كذا، صار كالرميم، فدخل الرماد والرميم في كل بيوت المسلمين. فقال: إن صدقت رؤياي وهي صادقة إن أباك مقتول. من يقتلك يا أبا؟ قال: عبد الرحمن بن ملجم المرادي. فقال: أبا إذا تعلم أنه يقتلك فلما لا تقتله؟ يعني على طريقة السياسيين بالعالم اليوم. وهذا هو التفكير المادي. وهنا الإشكالية التي قد تطرح: لماذا لم يحاول علي بن أبي طالب أن يقتل على ابن ملجم قبل أن يقتله؟ ما هو جاوب الإمام،
جاوب لما قال له الإمام الحسن، والإمام الحسن يسأله حتى يجيب وجواب للعالم: إذا علمت أنه قاتلك لما لم تقتله؟ قال: يا بني لا تجوز القصاص ولا يجوز القصاص، لا يجوز القصاص قبل الجناية. أنت تقصص من واحد تجري عليه الحد قبل أن يجني، قبل الجريمة. لا يجوز القصاص قبل الجناية، والجناية لم تحصل منه. يعني تأمل العبارة هذه: والجناية لم تحصل منه. طبعا في جواب علمي آخر كبير جدا، أنه الإمام يقول لبعض الناس قبل هذه الليلة، قبل الليلة 19، قالوا له: يا أمير المؤمنين، أنت تشير إلى ابن ملجم أنه قاتلك، لما لم تقتله؟ قال: يا سبحان الله، يأمروني أو يطلبون مني أن أقتل قاتلي، فإذا قتلته فمن يقتلني؟ هذه فيها دقة حقيقة إذا واحد يتأملها شوي. يعني ماذا يعني إذا قتلته من يقتلني؟ يعني معناه هذا، معناه أنا إذا أقتل ابن ملجم معناه كل من يريد قتلي أنا أقتله، فما راح عاد يقدر يقتلني أبدا. انتبهت للتعبير؟ يعني فيها عمق فكري، ما أدري إذا واضحة أو لا. يعني أنا إذا كنت أقتل ابن ملجم لأنه يريد قتلي، فمعنى ذلك المسألة ما تقتصر على ابن ملجم، هناك سيطرة يعني هناك كثيرون يحاولون قتلي فيجب أن أقتلهم، فمعناه لازم هاي تمشي إلى الأبد، ما أترك أحد يفكر بقتلي إلا أقتله، فمن يقتلني إذن؟ يعني شوفوا المسألة. إذن الإمام يترك المسائل طبيعية، هذا مجرم يقوم بجريمته، لكن الإمام يقول لا يجوز القصاص قبل الجناية. وبعد أن ضربه ابن ملجم، ضرب الإمام سلام الله عليه، الإمام جيء إليه بلبن، باعتبار السم، كان السيف مسموم والسم دخل في بدنه الشريف، فشرب من اللبن وقطعه من فمه وأعطاه للإمام الحسن، قال: احملوه إلى ابن ملجم. فالإمام الحسن تعجب. ماذا أراد أن يطرح أمير المؤمنين من خلال هذا؟ أراد أن يطرح سمو النفس، كبر النفس. النفوس الكبيرة ما تحمل حقد حتى على هذا المجرم، لأنه هذا راح يأخذ جزاء في قعر جهنم لعنة الله عليه، لكن أنت تعامل معه من خلالك أنت وليس من خلاله هو. يقول له: أبا، الإمام الحسن يقول: أبا، هذا عدو الله أفجعنا بك، أنت تأمرنا أن نحمل اللبن؟ قال: بني حسن، بحقي عليك إلا ما طيبت مطعمه ومشربه، أطعموه مما تأكلون واسقوه مما تشربون، لا تقيدوا له رجلا ولا تغلوا له يدا. اسمع العبارة، شوف، أو بالعكس تصير أيضا: لا تقيدوا يدا ولا تغلوا. سبحان الله. الآن واحد يفكر، يقول الإمام أمير المؤمنين لماذا صنع ذلك؟ أنا أسأل سؤال، الآن حكم ابن ملجم أنه يقتل، هو قتل الإمام، إذا الإمام مات من ضربته قال: اضربوه بضربة ولا يمثل بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إياكم والمثل ولو بالكلب العقور. لكن سؤال فقهي يطرح نفسه: هل الآن بالفقه الإسلامي أن هذا المجرم القاتل يقتل وهو جائع عطشان؟ موجود هالشكل؟ يعني نقتله وهو جائع، لازم يبقى جائعا قتله؟ يجب أن يكون عطشان حتى نقتله؟ موجود بالفقه، موجود هكذا مسألة؟ ما عندنا هكذا مسألة. فإذا عندنا البهام قبل أن تذبح يجب أن تسقى الماء. أي تسقى الماء، هاي الرحمة. الآن أمير المؤمنين علي سلام الله عليه عندما يقول: أطعموه مما تأكلون واسقوه مما تشربون، يبين الواقع اللي موجود، لأن ما عندنا مسألة فقهية تأمرنا أن نقتل القاتل وهو جائع عطشان، ما موجود هذا الشيء. غاية ما في الأمر الإمام يريد يبين سمو النفس، النبل، كبر النفس. النفوس الكبيرة إذا كانت كبيرة ماذا تصنع؟ والإمام سلام الله عليه يقول لولده الحسن، يقول له: بني حسن، إذا أنا مت من ضربتي هذه اضربوه ضربة بضربة، إذا أنا شفيت الأمر إلي. وحق الإمام علي، أنا أقسم بالإمام علي لو كان الإمام علي قام من ضربته لعفى عن ابن ملجم. نعم، هنا يعني فضيلة الشيخ، الإمام علي أول من أسس أو أول من وضع قواعد الوحدة الإسلامية بين المجتمع المسلم من خلال ما ورد في التاريخ. هنا كيف يمكن لنا ونحن نعيش في هذا الظرف المتأزم حقيقة والمليء بالأزمات، كيف يمكن لنا أن
نستخلص من حياة علي بن أبي طالب مفهوما ودعوة للوحدة الإسلامية بين جميع المكونات الإسلامية؟ طبيعي. نحن قلنا مبدئيا، شوف الله سبحانه وتعالى يبين ملاحظة، يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بعدين يبين الوحدة الإسلامية لها منطلق، إذا انطلقت من ذلك المنطلق صارت وحدة، وإذا ما انطلقت من ذلك المنطلق صارت فرقة وليس وحدة. شوف المسألة شنو. المنطلق هو القلب. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بين قلوبهم. الله ألف بينهم. تأليف القلوب أولا. فاطمة الزهراء سلام الله عليها تقول إن الله سبحانه وتعالى جعل العدل تنسيقا للقلوب. العدل، الإمام علي هو عادل، هو أبو العدالة الاجتماعية، لذلك كل المسلمين يجتمعون على الإمام علي، وكلهم يعتقدون بأنه إمام. الآن حتى بقية المدارس يعتقدون أنه إمام رابع، خليفة رابع بالنسبة لهم. المهم أنه خليفة وإمام، وعليه إجماع الأمة الإسلامية، ما في أحد يخالف هذا الشيء. علي بن أبي طالب خليفة المسلمين، إمامهم. واحد يعتقد أنه الإمام الأول والخليفة الأول، واحد يعتقد هو الإمام الرابع والخليفة الرابع. النتيجة أن الكل يعتقد بإمامته، وإذا اعتقد المسلمون أنه إمامهم فمعناه يجب أن يقتدوا به، ووجبت عليهم طاعته. وهو يقول ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك. شوف هاي الوحدة. ولكن أعينوني بورع واجتهاد. ورع الخوف من الله، هذا معنى الوحدة. كل الطوائف، كل الشرائح، كل المكونات، هذا تعبير عراقي، مكونات المجتمع، فهمت شلون؟ وإعلامي، أنا سامع أنا في العراق موجود. فكل هؤلاء يجتمعون على حب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. هو يقول هكذا: ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، وأيم الله لأنصفن المظلوم من ظالمه ولأقودن الظالم بخزامته حتى أورده منهل الحق وإن كان كارها. يا عمي هذا محافظ البصرة عثمان بن حنيف، محافظ البصرة من قبل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، دعي إلى مأدبة واحد من الشخصيات في البصرة، الهاي لايف، هؤلاء اللي هم المجتمع المخملي مثل ما يسموهم، عمل له وليمة وجمع فيها كل المترفين والأغنياء، ما فيها فقراء. فبلغه أمير المؤمنين سلام الله عليه، بلغه ذلك، كتب رسالة إلى والي البصرة، إلى محافظ البصرة، كتب له رسالة: أما بعد يا ابن حنيف فلقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة. هاي معالم الوحدة في المجتمع حبيبي. أما بعد يا ابن حنيف فلقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة قد دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها، تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان، الصحون والقدور والكذا، وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو وغنيهم مدعو. العائل الفقير أبو العيال، يقول أبو العيال مجفو ما موجود هنا. المدعو من هو؟ الأغنياء. يقول له: فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم، فما اشتبه عليك فما أيقنت من طيبه فنل منه. تعرف هذا الأكل حلال، هذا اللي تشوف الأطفال والجياع والفقراء عيونهم عليه يشمون رائحة الشواء والطبخ وما واصل لهم شيء، وصار لهم أسابيع ما ماكلين شيء. يقول له هالشكل. الإمام سلام الله عليه طبعا هو أبو العدالة بأبي وأمي، إنما يريد يصور تصوير الحاكم الإسلامي، وإلا هو الإمام في أيامه ما كان يوجد فقير في العراق، ولا يوجد واحد ما عنده سكن. في كتاب الغارات ليوسف الثقفي، اقرأوه، هناك الإمام سلام الله عليه يقول: أنا في العراق حكمت هذه الحكومة وطبقتها، ما كان واحد لا في العراق ولا بالعالم الإسلامي إلا وله بيت يظله. هنا فضيلة الشيخ، يعني في سؤال أخير، يعني قد يكون خارج النص،
كيف تجدون رمضان، شهر رمضان المبارك في العراق وخصوصا في كربلاء المقدسة بعد كل هذه السنوات من الغربة التي عشتموها خارج العراق؟ أي والله هي غربة قاتلة أنا عشتها، يعني أكثر من 30 سنة أحن خلالها للعراق في كل نفس أتنفسه وفي كل لحظة، وخصوصا إلى كربلاء، لأن كربلاء لها أثر كبير في نفسي. السنة أنا في كربلاء عند الإمام الحسين، وهذا شهر رمضان، وهذه المجالس والناس ما شاء الله تعالى من كل مكان. حقيقة أحس أن كربلاء قلب العراق النابض، ولذلك أقول أن كربلاء أمانة في أعناق العراقيين والأحرار في كل العالم، وأقول لهم احفظوا كربلاء، احفظوا كربلاء، احفظوا كربلاء. ولكن شيء يؤلمني عندما أجد كربلاء، هذه الأرض التي تجتذب الملايين وتستقطب القلوب وشوف طوفان من البشر إلى الحسين، أطفال ونساء ورجال وكبار. هذه الأرض مع الأسف الشيء الذي يؤلمني أني ما أجد أنها استأثرت باهتمام المسؤولين أصحاب القرار. أين أنتم عن كربلاء؟ وهاي السنة الرابعة تحكمون العراق ولا شارع واحد مفتوح في كربلاء، كهرباء ما موجود في كربلاء. لا تقل للعراق كل ما في كهرباء، خلي كربلاء فيها كهرباء وتنطلق إلى العالم. الماء في كربلاء كذلك. هذه الأمور البسيطة اللي يمكن واحد يحلها، أبسط ما يكون. الآن أنت ما تقدر تجيب كهرباء للعراق وما تستطيع، وكتابنا وكتابكم الآن في إمكانك. يمكن هاي الحلقة ما راح يذيعوها الآن إذا إن شاء الله يذيعوها، كلامكم كله مبارك إن شاء الله تعالى. فكتابنا وكتابكم وكذا، هالقضايا هاي الروتينية الثقيلة السمجة اللي ما فيها معنى، هنا كربلاء تحتاج إلى وقفة من المسؤولين بجدية وعزيمة، أنها تكون واحة منارة كل شعوب الأرض. الآن أنتم تنقلون من كربلاء، من صحن الإمام الحسين سلام الله عليه، من هذه الليالي ليالي القدر، تنقلون عبر هذه القناة اللي لكل العالم، فكل العالم يشاهدون. الله أكبر، هذا العراق الرائع الذي يريد أن يجرحه الإرهابيون، يجرحون وجه العراق ويشوهونه، ولكن الله لهم بالمرصاد. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. أقسم بالله العظيم عندي إحساس عميق أن العراق مقبل على ليالي كلها خير، مقبل على مستقبل رائع ما يعرفه حتى السياسيين، ما يعرفوه، مع احترامي لهم، لأنه الرؤية السياسية معتمة. الرؤية السياسية ما فيها رؤية واضحة الآن، لكن في رؤية غيبية، في خطوط أخرى من السماء من رب العالمين، والناس المخلصين. وأسأل الله أن يجعل المسؤولين مخلصين إن شاء الله لهذا البلد. ملاحظ كيف تشوف يفاجؤون بانفراج عظيم وفرج كبير ما يحلم به أحد. كل العراق يكون مصدر إشعاع لكل العالم، ومصدر أمن وطمأنينة وأمان لكل العالم، وسيضرب كل من يريد بالعراق سوءا. هذه أقولها لكم هي من وحي شهر رمضان ومن وحي كربلاء، وأنا متفائل وكل أمل، والله كل أمل، وأرى في الأفق انفراج عظيم مقبل إلينا إن شاء الله. يعني بالعراق نقول الله يسمع من حقك. بالفعل. نعم. جناب الشيخ عبد الحميد المهاجر، تعبنا في حقيقة. لا أبدا، أنا مرتاح معاكم، الله يبارك. شكرا جزيلا لإتاحة هذه الفرصة الطيبة في هذا اللقاء الطيب معكم. الله يبارك. الله يبارك. أحبتي المشاهدين، وفي نهاية حديثنا مع فضيلة الشيخ عبد الحميد المهاجر، هذه تحيات كادر البرنامج وتحياتي محدثكم على هذه الحطات أينما كنتم. طبتم بأمان الله، والسلام عليكم. شكرا جزيلا. إن شاء الله مع الناس اليوم.